وحشتوني جدا. النهارده بقى تعالوا نشوف هنجهز ايه مع بعض. بقالي فتره مش بعمل فيديوهات، بس بجد الجو صعب صعب، مش بقدر اقف في المطبخ خالص بسبب ان درجه الحراره. بفضل اجيب في جاز بجد مش بقدر مش بقدر استحمل خالص. فتعالوا بقى اقول لكم اكله النهارده، اكله الملوك. تعالوا نشوف عملت ايه. عارفين بقى الاكله اللي هي بتاعت العيد، اللي هي الحلويات والفته والكوارع والكلام ده كله؟ انا بقى ما عملتهاش في العيد، بس عملتها النهارده. طبعا الاكله دي فيها ليها محبين كتير كتير جدا، اكيد انا مش من ضمنهم يعني. بس النهارده هنحضرها مع بعض. انا في حاجات كتير محضراها، تمام، عشان الوقت يعني وكده وانجز. وفي حاجات هحضرها معاكم. اوكي، تعالوا بقى اقول لكم على الحاجات اللي انا حضرتها. بصوا بقى، انا حضرت معاكم هنا، حضرت هنا الحاجات اللي جهزتها. الرز الابيض تمام، سهل جدا، مفيهوش اي افتكاسه. وكمان حضرت الصلصه، اوكي، اللي هي بتاعت الفته، وحطيت فيها، كنت سلقه لحمه وكده وحطيتها فيها. ودي بقى الكرشه، عملتها قلت لها توم، وعملت صلصه زي بتاعت الفته بالظبط وحطيتها فيها. شايفين عامله ازاي؟ واستوت وقفلت عليها. هنا بقى انا محضره الفشه او فشه، ورحمه الراس والكلاوي والكلام ده. سلقته نص، سلقته يعني يستوي في السلق، ميه السلق، تمام. وبعد كده صفيته وطلعته. اوكي، الكبده والكفته لا، ما عملتش فيهم اي حاجه، هوريها لكم. بصوا، انا الكفته شوحتها كده تمام عشان تمسك نفسها، وبعد كده هعملها بقى ايه مع الحاجات دي. دي بقى الكبده، انا متبلاها وشايلاها في التلاجة مع لما يجي وقتها واعملها، اوكي، عشان طبعا الجو حر جدا. ودي الممبار، انا كنت عاملاه اصلا وشايلاه في الفريزر، اوكي، وبعد كده طلعته وعاملاه اللي هو البوبس، اللي هو بيبقى كور صغننه كده، وهشيله برضو في التلاجة لحد ما ايه نيجي نحضر كل حاجه. انا هنا بقى وريتكم كل حاجه انا كنت محضراها من قبل التصوير، اوكي. في حاجات انا كنت شايلاها في الفريزر وطلعتها، هو الممبار. وطبعا الصلصه بتاعت الفته سهله جدا، انا اصلا بفرزها في الفريزر، اوكي. بقللها توم، وبعد كده بحطها الصلصه عادي خالص، مفيش اي مشكله. وبحط حبه خل صغننين عشان طبعا الفته بتحب الخل. والرز الابيض سهل قوي، انا بعمله اللي هو مش عارفه عملته معاكم قبل كده ولا لا، بس هو بحط الزيت او السمنه، وبعد كده بحط الميه تغلي، وبعد كده بنزل بالرز تقليبه، واظبط الملح بتاعه وخلاص، اسيبه يغلي، وبعد كده بقى ايه اغطي عليه اول ما يتشرب كده. انا وريتكم الحاجات اللي انا خلصتها وحضرتها، وبعد كده هوريكم هنحضر صينيه الملوك ازاي. بصوا بقى، انا طلعت الممبار من التلاجة، تمام. وطبعا انا عشان عاملاه كيوبس كده بس مربط في بعضه، هفككه بقى بالمقص كده كده كده، بقى اقسمه نصين بس، تمام. اخلصه بقى كله ونولع. بصوا، انا قطعته كيوبس كده، اللي هو قصدي بوبس، يبقى كده مدور يعني. انا اصلا كنت عاملاه بس بقطعه، تمام كده. انا جهزته معايا وولعت على الزيت وهنحمر. حطيته بقى ايه في الطاسه، تمام، واسيبه بقى يتحمر. اهو شكله بقى لما اتحمر، قلبته كده على الناحيه التانية اهو. بعد ما شكله ايه قلبته على الناحيتين كده، شوف بقى اللي اتحمر وطلعه. بصوا بقى، انا جبت الصينيه اللي هي الكبيره دي وهقسمها، بس حطيت ايه ورق جرنان عشان يكون يشرب كل الزيوت يعني الكلام ده. فانا بقى قسمتها وطلعت الممبار اهو، شايفين شكله. ولسه بقى لما اخلص في الاخر هوريكم الشكل النهائي. هنا بقى انا شلت الممبار تمام وخلصت كله، وهنا بقى حطيت الكفته، هديها برده تحميره زيه، وبعد كده هطلع. هنا بقى ماشي. هنا بقى حطيت اللي هو لحمه الراس واللي هي الفشه والكلام ده يعني، حطيته بقى ايه في الطاسه كده يتحمر، بس ايه عشان هيتحرق. وهنا بعد ما خلصت صينيه الوحوش، شايفين الجمال؟ تحفه تحفه تحفه. ده بقى الشكل النهائي لاكلتنا النهارده، شايفين؟ قربي بس شويه. الاكله دي بقى ما عملناهاش في العيد، بس عملناها النهارده.